Un second. Pour les photos, très vite, plus personne ne bouge dès qu'on démarre. Hein. L'autre micro. En deuxième. C'est bon? السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في هذا المؤتمر الصحفي بعد مباراة بين نادي الهلال ونادي المولودية الجزائري. مرحبا بالكوتش معنا. نبداو بالسؤال الأول. كلكم يعود بدي نطرح سؤال تعرفون بروسكم سبب نطرح السؤال. كل صحفي عنده الحق سؤال واحد. لا تنساو ديروا تليفوناتكم على الصوت. كوتش مرحبا بك هنا. كوتش ما شعوركم بعد هذه المباراة؟ شعور فيه ما نودش نفوز في المقابلة هي ما نتأكد لكن والحقيقة المقابلة ممتازة ضد فريق لديه الإمكانيات والخبرة اللي صعب علينا المهمة. ونعتقد الفريق يقدم مقابلة ممتازة من ناحية فنية ومن ناحية تكتيكية. ونعتقد كنا في الشوط الأول على الأقل في نصف الساعة الأولى من الشوط الأول سجلنا هدف ثاني بنرتاح ونقصنا هو دقة التمريرة الأخيرة. لكن في العموم أعتقد أنا كل احترام لفريق الهلال ونتبع في الهلال عندي مدة قعدت معاه قبل قاعد يتحسن وتجربته قاعدة تكبر حتى في المنتدبات. أنا في المنتدبات قاعدة ممتازة. أنا أعتقد لي فريقنا قدم مقابلة ممتازة جدا مع فريق معناه مؤهل كبير يمشي بعيد في الدورة هذه إن شاء الله. شكرا. السؤال الأول. نعم. مساء الخير. سؤالي بخصوص مباراة اليوم. هل دخول المولودية في بداية لقاء تسجيل هدف أول جعل اللاعبين يستسهلون المباراة نوعا ما؟ خاصة أنها مباراة ممكن يسهل أنه لا زال مباراتين أمام تركيا على أرضكم وأمام يانغ أفريكانز. شكرا على السؤال. أنا أعتقد في مستوى هذا في دوري المجموعات عندي تجربة مع الترجي في المنافسات هذه. فماش مقابلة سهلة، المقابلات الكل صعبة والمقابلات الكل حماسية والفرق الكل تحب تفوز وتحب تعمل نتائج إيجابية. أعتقد اللي من اللاعبين قدموا مقابلة ممتازة جدا من الناحية الفنية ومن الناحية التكتيكية. في نعاود نتأكد اللي كنا في 30 دقيقة الأولانيين دعمنا الفوز بتاعنا الهدف الآخر. لكن في العموم أعتقد اللي قدمنا مقابلة طيبة مع فريق، مقابلة محترمة جدا مع فريق عنده طاقات وإمكانيات كبيرة. Bonsoir, c'est Michel de Média. Coach, vous avez fait une très belle première temps en imposant votre jeu, votre rythme, en élevant même à ouvrir le score. Mais en deuxième temps, on a vu cette équipe de Hilal revenir en force et en organisant en fin de partie. Qu'est-ce qui explique comment cette déroute ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette deuxième mi-temps? C'était prévisible la réaction de Hilal. Même à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs qu'il faut rester concentré, mobilisé. Hilal n'a plus rien à perdre. Déjà, elle perdait déjà 1-0, donc ils vont prendre beaucoup de risques. Et ils l'ont fait avec la qualité de l'effectif. Malgré qu'on a résisté, on aurait dû, même en deuxième mi-temps, en profiter d'une occasion ou deux. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et en fin de compte, le résultat nul, c'est satisfaisant. Non, mais les gars, on n'a pas le droit de faire des lives. Vous pouvez enregistrer des vidéos, mais pas de live.
لايف على فيسبوك انترتي. اوكي. السلام عليكم. الشيخ سيد أحمد قناة الرياضة الموريتانية. خالد يحيى منقذ مولودية الجزائر. أنت مطلوب من أن تنقذ مولودية الجزائر مما هي فيه من الأخطاء السلبية. الأسبوع القادم إن شاء الله نتمنى أن تلتحق المولودية بالهلال والفوز على تلك المهزمة وخسارة يعني هنا أمام الهلال. لكن سؤالي خالد يحيى، هل تعتقد أن الوقت الذي أتيح لخالد يحيى دوري أبطال أوروبا والأسماء المتاحة بإمكانه تحقق هذا الهدف والدور؟ انا في حياتي الرياضيه متعود كل واحد بالتونسي الغسران، واش كنت خطوه انتم موريتاني الغسران متعود، ولازم واحد في الصعوبات في الظروف هذه معناها الشخصيه نتاع الجمعيه والشخصيه نتاع اللاعبين والشخصيه نتاع المدرب عندها تاثير. المولوديه معناها جمعيه عمرها 8 سنين معناها تعديت على كما نقولوا بالتونسي على راسها، عدت معناها احداث برشا ايجابي. نعتقد اللي متمسكين معناها اللاعبين والمسؤولين وخاصه الاحباب نتاعنا باش نمشيو قدما الى بقدره العزيز الكريم بما هو. السؤال هنا لقى نعلم مرة أخرى ما من حد عنده الحق